لو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت من حكاية ليو فصدقني فايتك كتير أوي يا صديقي، ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. شفنا ليو واللي بقت ولعانة معاه زميلي بقى غني، والبنات كمان بقت تتحدف عليه، وفي الآخر لما كان ماشي ناحية المدرسة بيوصل هناك وبيلاقي مجموعة من الشباب محاصرين ليلو، وليلو هي كمان بتشوفه وبتسأل نفسها هل هيغير رأيه ويجي يساعدها، ولكن عمنا ليو بيشوفها وبيعمل نفسه من بنها وبيمسك التليفون ولكنه شايفها، فالعصابة بقى بتمسكها ترنها لا كمان وبيقرروا يخطفوها. فالبت ليلو بقى بتصوت وبتنده لليو، ولكن لا حياة لمن تنادي. ليو خد في وشه وعمل نفسه عبيط يا صديقي، بس ايه بقى اللي حصل بعد كده ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي. بس الاول طبعا وكالعادة اذكر الله وصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزع اللايك الجامد للفيديو ويلا بينا نكمل يا صديقي. بعد ما ليو عمل نفسه عبيط وسابها ومشي، ليلو بتقول ما اقدرش الومك يا ليو على الحركة الزبالة دي، علشان كل ده بسببي انا اللي لازم الوم نفسي، لان انا اللي كنت مادية ومغرورة وبجري ورا الفلوس وما اهتمتش لاي ضرر نفسي سببتهولك، علشان كده انا اسفة يا ليو، انا اسفة من كل قلبي، وامنيتي الوحيدة بس انك تسامحني. وفي اللحظة دي بيجي عمنا ليو من تاني، وقبل ما العربية تتحرك بيسدد ضربة قوية لميشيل بتكسر الازاز وبيمنعه يتحرك، وليلو بقى بتكون فرحانة جدا، وشعبية ليو كده بتزيد يا صديقي، وحبها ليه كمان بيزيد برضه. فزملائه بقى بيتعصبوا كده وبينزلوا علشان يمسكوه، عايزين يعجنوا يا صديقي، وبيقولوا له انت اللي جبت المشاكل لنفسك يالا، ده احنا هندشملك دلوقتي. بس ليو بقى بينزل فيهم ضرب بالفلوس، وقبل ما يقوموا علشان يعملوا منه بسطرمة ليو بيرمي لهم كل الفلوس بتاعتهم يا زميلي، وبيقول لهم المبلغ كله اهو، خدوا الفلوس وسيبوا ليلو. فبيقول له انت بقى صديقها اللي كانت بتقول لنا عليه، فليو بيقول له انه مش صديق لحد، وبيسالهم وبيقول لهم هتجيبوا البت وتاخدوا الفلوس ولا لا. بس ميشيل بيقول له انت فكرك هتفلت مني بعد ما ضربتني يالا، ده انا على الطلاق ما هسيبك، اصبر عليا بس. وبيطلب من زمايله ان هم يرموا الزبالة دي بره وياخدوا الفلوس دي علشان يروحوا يرجعوها، فبيرموا ليلو من السيارة وبيمشوا، وليلو بقى بتقعد تعيط وبتشكر ليو وبتتأسف له في نفس اللحظة. بس ليو بقى بيقول لها لو فكرك اني دفعتلك الفلوس دي علشان اذلك واكسر عينك، او حتى اني بحبك وعايز ارجع لك، تبقي غلطانة، ده مجرد عمل انساني بس، ودلوقتي يا ريت بقى ما اشوفكيش تاني. وبيسيبها وبيمشي. فليلو بتقول لنفسها انا عارفة اني ما استحقكش دلوقتي، ولكن نفسي تديني فرصة واحدة بس، انا عايز اعوضك على كل السنين اللي فاتت دي، انا كنت غبية هنتك كتير وعاملتك بطريقة وحشة، بس دلوقتي لازم اعوضك مهما كان التمن. ونسبة حبها ليه بقى بترجع تزيد من تاني هي وشعبيته كمان. وبعد كده بقى بنشوف عمنا ليو وهو راكب تاكس ورايح لريتها، بس عمنا ليو بقى ما بيضيعش وقت وبيكون قاعد فاتح لايف. فسواق التاكسي بقى بيقول له يا ابني كل ده نصب، دول بيجروا رجلك بس وبيغروك علشان تدفع لهم فلوس. فليو بيقول له اعمل ايه يا معلم، بس اي حاجه بسلي بيها نفسي. فسواق التاكسي بقى بيقول له انه كان مدمن لايفات، ولكنه بدأ يكون متفرج بدون دعم، علشان هو اكتشف طريقه خبيثه يشوف بيها اللايفات دي، وده عن طريق الراديو، وبكده ما يدفعش فلوس. فبيفتح اللايف وبيتصدم ان الملك ليو بعد دعم البنت ب100 مليون دولار. فسواق التاكسي بقى بيقول ايه ده، هو لسه في حد متخلف كده؟ فليو بيفتح لايف لمذيعه مشهوره وسواق التاكسي بيكون عارفها، ولكن بيلاحظ ان ليو عمال يكبس ويبعت هدايا كتير. فالراديو بيعرفه ان الملك ليو بعت 100 مليون دولار للمذيعه دي. وسائق التاكسي بقى بيقول اوعدنا يا رب بالملك ليو ده، انا اخر ما ازهق هبيع التاكسي ده وافتح لايفات. وليو بقى بيفتح لايف لمذيعه تالته وبيبعت لها برضه 100 مليون دولار. فسواق التاكسي بقى بيقول لا ده شكل كده الواد ده هو الملك ليو، هو من الصدمه بيكون هيعمل حادثه يا زميلي. فليو بقى بيقول له في ايه يا عم مالك، ما تاخد بالك وتسوق بالراحه كده. فسواق التاكسي بقى بيقول له اوامرك يا عم ليو يا جامد. وبعد كده بقى عمنا ليو بيوصل وبيقول هو ده بالظبط اللوكيشن اللي طلبت ريتا نتقابل فيه، بس يا ترى عازمها على ايه، انا بقالي كتير كارف لها. وبيقول لنفسه مش ده المكان اللي كنا بنسكن فيه ايام الجامعه؟ ايام كانت كلها كحرطه وزي الزفت، الله لا يعودها من تاني، هي البت المعفنه دي في المنطقه الكحيانه دي. فبيوصل بقى لحد باب بيتها وبيخبط
بيخبط عليها وبتفتح ريتا واللي بتكون في قمة أناقتها وجمالها، وليو بنفسه بيتصدم من جمالها وبيقول ايه ده ريتا في المنطقة المعفنة دي حاجة وفي المدرسة حاجة تانية خالص. وريتا بقى بتسأله وبتقوله انت واقف مستني ايه عندك بره؟ ما تدخل يا ابني، هو انت خايف؟ وبتسحبه وبتدخله لجوه. فليو بقى بيقول لها بيتك بسم الله ما شاء الله من جوه. وريتا بتقوله ان هي اجرته بسعر مغري جدا وبتعرفه كمان ان هو اول شاب يجي لها البيت. فليو بيشكرها وبيقول لها مش يلا بينا ولا ايه؟ بس ريتا بتقوله يلا بينا على فين؟ ده انا عازمك على الاكل يالا. وليو بيتصدم ان هي طبخاله وجميع الاصناف اللي بيحبها وبيقعد ياكل يا زميلي زي الحمار. وبيقول لها ايه الجمدان ده يا بت يا ريتا؟ انا اول مره اعرف انك بتعرفي تطبخي اساسا. وريتا بتقوله علشانك انت بس اعمل لك اي حاجه. فليو بقى بيقول لنفسه لحظه بس، مش انا المفروض اللي كنت اصرف عليها؟ بس البت ريتا مش بتطلب مني اي حاجه اساسا. وليو بقى بيقول لها انت سخنه ولا ايه يا بنتي؟ مالك انت ليه عملتي اكل وانت معاكي ملياردير؟ انا ممكن اكل في اي مكان في العالم. بس ريتا بقى بتقوله ان هي مش عايزه اي حاجه غيره، لانها بمجرد النظر ليه بس ما بتكونش عايزه اي حاجه تانية. وبتقوله انت استثنائي يا ليو، لانك انت الوحيد اللي صرفت عليا بالملايين وده من غير ما تكون عايز مني اي حاجه، على عكس الكل. فانت بالنسبه لي حاجه تانية غير الكل، علشان انا الاول كنت بحس بالامان لما يكون معايا فلوس كتير، ولكن بمجرد ما اكون معاك بحس بالامن 1000 مره. وبتقوله انا عارفه انك عانيت كتير مع ليلو، علشان كده انا اللي هعوضك ولسه هتديله ها. فليو بيسيبها تقع يا صديقي، حد يرفض النعمه دي يا فاسق؟ يلا ما علينا. وليو بقى بيقول لنفسه دلوقتي بس انا فهمت ليه ريتا مختلفه عن الكل، وده لانها نسبه حبها ليا اكتر من 91%، علشان كده شكلها بتحبني وعايزاني احبها. بس انا مش فاضي للتفاهه دي، انا عايز اضيع فلوس الهجوم المضاد واجمع الفلوس الحقيقيه، ولكن بما انها وقعت في ايدي فمش هنقول لا. واثناء ما كان ليو قاعد مع ريتا بيسمعوا صوت زعيق وبيقول انا عارف الصوت ده شكله صوت جوني صاحبي. وبيروح يشوف ايه اللي بيحصل، فبيلاقي جوني زميله في السكن حبيبته مبهدلاه وعمال يترجاها تسمعه، ولكنها بتزربوه كده بالهلم وبتسيبه وبتمشي. والواد يا عيني بيبقى قاعد مكسور كده وبيدور على نضارته. فبيجي ليو وبيديله النضاره وبيساله وبيقول له ايه اللي حصل، ولسه هيقول له والله يا اسطى الدنيا ماشيه بظهرها والكلام ده. فبيلاقي البت ريتا جايه بتسال ليو انت نزلت ليه بسرعه كده؟ وجوني بقى هو اللي بيتصدم وبيقول له انت اللي بتعمل ايه هنا؟ فليو بيقول له ان ريتا كانت عازماه على الغدا. وجوني بيقول له طيب احمد ربنا يا عم ان هي مش زي حبيبتي، انا سابتني علشان عايزه تشتري مستحضرات تجميل ب 10,000 دولار، ولما قلت لها اني معيش المبلغ ده فرجت الكل عليا. وريتا بقى بتقول له نانا انت ما لقيتش غير الجربوعه دي لسه سايبه واحد برضه علشان معهوش فلوس. فجوني بيتعصب عليها كده وبيقول لها لا نانا مستحيل تخوني. وريتا بقى بتقول له خلاص مش عايز تصدقني براحتك، بس الخبر صحيح وكل بنات الجروب عارفين ده. فليو بيسالها وبيقول لها تعرفي تتواصلي مع نانا دي؟ وجوني بيقول له انت بتفكر في ايه بالظبط؟ فليو بيعرفه انه ناوي يكشف الحقيقه علشان يتاكد. وبعد كده بقى بنشوف جيهان واللي بيكون قاعد متضايق وبتيجي بنته وبتساله مالك انت بقالك فتره كده مش عاجبني. فجيهان بيعرفها انه متضايق بسبب الواد ليو اللي علم عليه، لانه بسببه بقى مكروه في الجروب بتاع الاغنياء والكل ما بقاش مديله اي اهتمام زي الاول. وده وليو سامحني، ما بالك بقى لو كان كبر الموضوع؟ انا شكل حياتي كده باظت، الموت احسن بكتير، لان انا مش هقدر اعيش لو ثروتي اتدمرت وبقيت فقير. ولكن فجأة بتجيله رسالة بتغير له حياته بتخليه طاير من الفرح. وليو بيعرفه انه عايز يشتري منه المولة ويشتري ارضه، بس في مقابل ده عايزك في موضوع مهم. فجيان بيتنطط من الفرحة كده زي الاطفال وبيسأله وبيقول له قبلك فين يا معلم؟ وبياخد العنوان والبت دي وبيروحوا للمكان على طول. ومش عايز اقولك هي البت بتكون متحمسة جدا ان هي تشوف السيد ليو، وبتقول هو اكيد شخص قوي ووسيم لانه غني، وعلشان دايما جيان كان بيقول عنه انه شخص غامض. انا حاسه انه انسان راقي قوي. وبعد كده بقى بيوصلوا على المكان
بس يا ترى بقى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ويا ترى ليو محتاج مساعدة جيان في ايه؟ عايز اقولك الاحداث بتزداد حماس، وعلشان يوصلك الاحداث الجديدة يبقى ظبط بقى الدنيا كده وروق الكلام واشترك في القناة وارزع اللايك الجامد للفيديو، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبس كده، سلام يا صديقي.